في سؤال اتكرر خلال الكام يوم اللي فاتوا، وخاصة في فيديو المراجعة اللي عملناه، وانا قلت هنعمل له فيديو خاص بيه لانه فيديو مهم جدا جدا خلال الفترة دي. وهو سؤال ايه اهم الكتب اللي نشتريها في المراجعة. فانا خلال الفيديو ده هرشح لك اهم الكتب اللي لازم تشتريها، وكمان هعرفك ايه اهم الجزئيات او الفصول اللي المهم تركز عليها جدا. فالسلام عليكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. انا اخوكم دكتور عمر صبري، للي ما يعرفنيش طالب في كلية الطب. بحاول اساعدكم على قد ما اقدر وارد على بعض اسئلتكم، واحاول اوصل لكم بعض الحاجات اللي فرقت معايا او فادتني وانا في ثانوي، لعل حد منكم يستفاد. بعد الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن اسئلة كتير ممكن تكون شاغلة بالك الفترة دي، زي امتى تبدأ مراجعة، تراجع ازاي، تنزل سنتر ولا اونلاين، واسئلة تانية كتير، لازم تشوف الفيديو ده لو ما شفتوش، فهسيب لك لينكه في الديسكريبشن تحت. فهنتكلم النهاردة عن أفضل الكتب اللي لازم تشتريها للمراجعة، واللي أسئلتها مشابهة لأسئلة الامتحان. فيلا بسم الله. فهنبدأ بالعربي، لأن العربي يعتبر أكبر مادة عندك وأكبر مادة عليها درجات وفروعها كتير. فأنا عن نفسي حليت من كذا كتاب، سواء في الشرح الأساسي أو في المراجعة. فخلينا دلوقتي في المراجعة. هتلاقي عندك كتب كتير جدا، هتلاقي عندك الأضواء، الامتحان، كيان، الإبداع، وكتب كتير جدا. فانا عن نفسي كنت حليت من كيان والامتحان ده، طبعا بالاضافه لمذكره المستر اللي كنت باخد معاه. وفي اخر السنه خالص بعد المراجعه، يعني في بدايه حل الشوامل كده او قبل الامتحان بفتره بسيطه، كنت اشتريت كتاب الابداع في الامتحانات الشامله. كان في امتحانات شامله وكان كويس جدا برضه. في ناس كتير برضه بترشح كتاب الاضواء، فانا صراحه ما جربتوش. وانت برضه لو متابع اونلاين فهتلاقي عندك كتب كتير للمدرسين، سواء مستر محمد صلاح، سواء استاذ رضا الفاروق، اي مدرس تاني اكيد ليه مذكرة او ليه كتاب حل. فانا صراحة ما جربتش حد منهم للاسف يعني. فما اقدرش افيدك، خاصة في النقطة دي. يعني العربي كده احنا ثابتين على الامتحان وثابتين على كيان، وفي الامتحانات كنت جبت الابداع. يبقى كده 3 كتب بس. نيجي بقى الفيزياء، مادة كبيرة ومهمة جدا، فأكيد لازم يكون عندك كتاب الامتحان، أهم حاجة كده كده. في معظم المواد هتلاقينا مثبتين كتاب الامتحان، لأنه يعتبر أكتر كتاب أسئلته مشابهة لأسئلة الامتحان. وعندك برضو كتاب نيوتن، كتاب كويس جدا وأسئلته كويسة، وكنت حليت شوية في الرسام بس أسئلته بعيدة وأفكاره شوية صعبة. فأنت خليك في الاتنين دول. طب ايه اكتر فصل يعتبر اهم فصل ولازم تركز عليه كويس جدا؟ تقريبا الفصل الثالث عليه حوالي 10 اسئلة من اسئلة الامتحان، فلازم الفصل ده تركز عليه جدا وتحل عليه كتير جدا على قد ما تقدر. حاول تجمع افكاره كويس جدا. ولو لسه لحد دلوقتي عندك مشكلة في الفيزياء او ما بتعرفش تحلها، فكنا عملنا فيديو هنا على القناة، لازم ترجع تشوفه برضه. نيجي بقى للكيمياء، هتلاقي برضو عندك كذا كتاب، بس انا كنت حليت من الايزو ومندليف. الايزو كويس واسئلته الى حد ما كويسة، بس كتاب مندليف كانت اسئلته صعبة شوية عكس كتاب الايزو. هتلاقي برضو عندك كتاب الامتحان، كتاب مهم بس انا صراحة ما جربتوش، لان المستر اللي انا خدت معاه في المراجعة كان عامل مذكرة لامم فيها معظم الاسئلة وكل الاسئلة المهمة في الكتب الخارجية، فانا ما اضطريتش ان انا اشتري كتب كتير. فاكتفيت بالايزو ومندليف. طب ايه اكتر فصل لازم تركز عليه او اهم فصل في الكيمياء؟ فاكيد العضوية، يعني كده كده العضوية اكبر كمية عندك واكبر باب في الكيمياء، فلازم تركز عليه كويس جدا. يجي بعده على طول الباب الثالث والرابع، اللي هو الكهربية، الباب الرابع. والباب الثالث اللي هو الباب اللي كان فيه مسائل كتير، فدول مهمين برضه لازم تركز عليهم. بعد كده ايه، خلينا في الاحياء. يعتبر اكتر مادة حليت فيها اسئلة كتير وكتب، بس هتلاقي عندك اهم حاجة الامتحان والتفوق. حليت من كتاب النفيس وحليت من كتاب الدليل، بس اكتر كتابين فيهم اسئلة كويسة واسئلتهم مقاربة شوية للامتحان، كتاب الامتحان وكتاب التفوق. فانت خليك في الامتحان، ولو عايز تزود خليك مثلا في كتاب من ترشيح المدرس بتاعك. طب ايه اكتر فصل نركز عليه؟ عندك فصل التكاثر، فصل كبير جدا واسئلته كتير في الامتحان، فحاول تزود حلك عليه على قد ما تقدر. احنا كده اتكلمنا على عربي وفيزياء وكيمياء واحياء، كده فاضل لنا جيولوجيا وفرنساوي وانجليش. هنيجي للانجليش، فانت عندك المعاصر وجيم كويسين جدا وممكن تكتفي بيهم عادي جدا.
وعندك وقت الامتحانات هتلاقي كتاب المعاصر بينزل كتاب اسمه بوكلت كده في كذا امتحان شوامل على المنهج كله، فمهم برضو حاول قبل الامتحان تحله، هتكون كويسة جدا برضو. نيجي بقى للجيولوجيا، عندك كتاب الامتحان مهم قوي، وكنت اشتركت في المراجعة مع جو ماجد وكنت حليت الأسئلة بتاعته أو مذكرات الحل بتاعته. بس عندك كتاب الامتحان مهم جدا ولامم أفكار كتير، ممكن تكتفي بيه برضو عادي. نيجي بقى لبونبون السنة الفرنساوي، انا كنت حليت المعاصر ده بجانب مذكرة الميسي اللي كنت باخد معاه، فكنت مستغني عن اي مصدر تاني. بس جيت في المراجعة جبت كتاب برافو اللي هو بوكلت كان فيه حوالي 60 امتحان. كنت حليت منهم، مش فاكر حليتهم كلهم ولا لا، بس كان كويس جدا برضه. فانت ممكن تكتفي بكتاب واحد عادي، وكده كده فرنساوي صغير ككمية وكامتحان، وامتحانه بيجي كويس جدا، فانت عادي يعني وسهل انك تلمه. بس كده يا شباب، زي ما قلنا قبل كده ان الفترة دي يعتبر اهم فترة في السنة، فلازم تكون بكامل تركيزك وتبعد عن اي حاجة بتشتتك، وملكش دعوة باي حد، سواء في حل سواء في مراجعة، سواء مين بدأ بدري مين بدأ من اول السنة مين بدأ متأخر. خليك انت في نفسك بس، وقارن نفسك بنفسك، لان مقارنتك بغيرك ده اوحش حاجة ممكن تعملها خلال السنة دي. فخليك انت في حالك واشتغل على نفسك، وربنا يوفقكم جميعا وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. طبعا مش عايز اقول لكم ان اللايك بيفرق جدا يا شباب، وبيساعد ان الفيديو ينتشر اكتر، فاعمل لايك وشير الفيديو ده مع صحابك عشان اكبر عدد منهم يستفاد، لو حد منهم محتاج الفيديو ده. وبس كده يا شباب، سلام.